توقعاتكم لمباراة بكرة إن شاء الله؟ يعني جاي التعادل، الفوز؟ لا، هي مباراة أنا أعتقد أن طموح الفريقين واحد اللي هو الفوز. لأنه الهلال تعديل صدارة وضمان تقريبا نسبة 90% من التأهل، والأهلي الإماراتي يعني يبحث عن العودة يعني للتأهل. بس شو سبب التعادل يعني؟ هل انتم استهنتوا بفريق الاهلي؟ شفتوا انه خسر 5؟ واستهان الهلال ما كان في يوم، ما كان الهلال في يوم، أحيانا تصير يعني تحدث يعني الفرق ما تكون في يومها يعني، وهذا اللي حصل للهلال. طيب حسألك سؤال بس. الهلال اثبت في البطوله الاسيويه بمستوياته انه فريق كبير طبعا، لانه في بعض الناس من الشارع السعودي بيقولوا انه التحكيم كان متحيز للهلال في الدوري وفي الكاس وما بعرف شو بتقول لهالجماهير؟ نشوفوا بطوله اسيا 3-1 اي فريق كبير لازم يهاجم، لازم يدورون اعذار يعني يخلقونها انه علشان يقللون من فوزه. لكن اذا كانوا حيبحثون عن اعذار ويقولون للهلال يساند التحكيم يعني في البطولات زي كذا، فانا اعتقد ان الموضوع هذا راح يستمر معهم كل سنه، لان الهلال كل سنه بطل. بس سؤال اخير، مين بتشجع بكاس العالم؟ كاس العالم؟ ايطاليا.